اهلا بيكم في حلقات رمضان ولسه مكملين في حلقات رمضان ان شاء الله. والنهارده هعمل لكم ريفيو عن مكنه الزبادي سوني. مكنه الزبادي جبتها مخصوص عشان رمضان. ده شكلها، ده شكل مكنه سوني. بصراحه جميل جدا جدا جدا، لونها كيوت جدا، وده اللي شدني ليها بصراحه ان لونها جميل. فحبيت اجيبها كمان واجربها بما ان اللبن غلي والزبادي غلي كل حاجه. فقلت بقى ايه، اجيب المكنه دي واعمل الزبادي في البيت، منها توفير ومنها تبقى كمان حاجه صحيه. اولا ده شكل العلبه بتاعتها، ده شكل العلبه بتاعتها زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان دي صناعه مصريه. المكنه دي ب 450 جنيه تقريبا، ممكن تكون غالية دلوقتي شويه كمان، مش عارفه يعني. لو رحت شفتوا اسعارها في مكان ممكن تبقى اغلى من الثمن اللي انا جبته عشان كنت جايباها من كام شهر. تعالوا بقى نشوفها من جوه عامله ازاي. اولا هي معاها برطمانين كده هديه، ينفعوا بقى ينفعوا للشاي والسكر. شكلهم حلو قوي، بس مش ده المهم. تعالوا نشوف المكنه بقى. ده شكل مكنه الزبادي. الغطا لونه بينك ومن تحت لونه لبني، وطبعا هنا بقى الشاشه الديجيتال، وجواها زي ما انتم شايفين جواها 8 كوبايات، 2 4 6 8 كوبايات ازاز. انا دلوقتي جهزت اللبن وحضرت علبه الزبادي علشان اجربها معاكم وهنشوف هتعمل زبادي حلو ولا لا. هجيب الزبادي بقى علشان نعملها مع بعض. غاليه اللبن هنا بقالي ساعه غالياه، يعني هو مش سخن قوي ومش بارد قوي، يعني هو دافي. جبت علبه الزبادي، المفروض ان مكتوب في الورقه ان انا احط علبه زبادي كامله، بس انا كنت سائله ناس يعني قالوا لي لا حطي نص علبه زبادي بس، بلاش علبه زبادي كامله. فانا يعني همشي ورا كلام الناس، فهحط ايه، نص علبه زبادي، ولا انا هحطها كلها؟ هحط علبه الزبادي كلها، هي اصلا صغيره. المفروض ان دي الخميره بتاعه الزبادي. هنقلبها كويس جدا جدا عشان اتاكد ان علبه الزبادي دابت في اللبن. انا خلاص كده قلبت علبه الزبادي وهطلع الكوبايات علشان اصب اللبن فيها. هجيب مصفى وهصب. اوه ماي جاد، بهدلت ده خلاص شكله بعد ما حطيت اللبن في مكنه الزبادي. فاضل كوبايه هنا بس للاسف دلوقتي وانا بفتح العلبه وقعت مني اتكسرت، بس الحمد لله مفيش مشكله. فاحنا هنكمل ال7 علب زبادي دول، ويلا اوريكم بقى بشغل الجهاز ازاي. خلاص حطيت الفيشه اهو، ودلوقتي تعالوا نغطيها وبعد كده نبقى نظبط التايمر. خلاص انا غطيتها، تعالوا بقى نظبط التايمر. هنا المفروض ان انا بدوس على فانكشن دي، دوس على دي هيطلع لي هنا التايم. هحاول اخليها مثلا 6 ساعات، هو كاتب لي من 6 ل 12 ساعة، انا هخليها ل6 ساعات بس كده. هسيبها بقى، والمفروض ان هو كاتب لي كمان ان انا محركهاش خالص عشان السمك بتاع الزبادي ما يبصش مني. بس كده انا هسيبها 6 ساعات بقى، وبعد كده ان شاء الله ابقى ارجع لكم لما يستوي ونشوف النتيجة مع بعض. اليوم التاني وخلاص انا حطيته في التلاجة بعد ما عدى 6 ساعات امبارح، وحطيته في التلاجة وده كان شكله. تعالوا بقى ندوق ونشوف هيبقى طعمه حلو زي الزبادي بتاع بره ولا لا. اولا هو عامل قشطة كده زي ما انتم شايفين، فيه شوية مية. تعالوا بقى ندوق. طعمه جميل، طعمه جميل جدا. المزازه اللي فيه ضعيفه قوي قوي، مش زي بتاعه بره بيبقى فيه مزازه قويه. لا المزازه اللي فيه بصراحه جميله جدا، وهو ناعم كده بصراحه تحفه يا جماعه، تحفه. مكنه الزبادي دي شكلها حلو يا جماعه. اتشجعوا هاتوا مكنه الزبادي واعملوا زبادي في البيت، احسن مليون مره واحلى مليون مره من الزبادي بتاع المحلات. واشوفكم في فيديو جديد وتجربه جديده من تجارب شوشتة. وما تنسوش قبل ما تسيبوا الفيديو تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وان شاء الله اظهر معاكم لما القناه توصل ل50,000 مشترك. باي باي.